بعد مراسم الاستقبال بمدخل مقر قيادة الدرك الوطني، وقف سيد الفريق أول وقفة ترحم على روح شهيد البطل العربي بن مهيدي، والذي يحمل مقر قيادة الدرك الوطني اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار. عقب ذلك قام سيد الفريق أول بتفتيش مربعات أفراد الدرك الوطني المصطفى بساحة العلم. ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي للقائد الجديد للدرك الوطني. باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وطبقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 أبريل 2025، أنصب رسميا العميد سيدي أحمد بورمانة قائدا للدرك الوطني بالنيابة، خلفا للواء يحيى علي والحاج. وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحية شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. بعدها قام سيد الفريق أول بتسليم العلم الوطني إلى القائد الجديد والتصديق على محضر تسليم السلطة.